نبتدي. تعالوا نبتدي في الكوارث. كارثه كارثه، يعني مش هتبقى كوارث قوي على قد ما هي اخطاء فعلا حقيقي ندمت عليها وقلت يا انا الفلوس دي ضيعتها كده في الهوا، لو كنت جبت بيها حاجات عمليه اكتر كانت هتنفعني اكتر. واكيد انا عارفه ان انتوا كلكم غلطتوا نفس الاخطاء، وملكوش دعوه بقى بالصوت اللي هينورنا طول الفيديو، صوت المكرونه اللي بتترمي في الارض وبتتعبى في العلبه وبتترمي في الارض، علشان استاذ ياسر كالعاده متالق. هبتدي معاكم باول كارثه او اول حاجه ندمت فعلا فعلا اني عملتها في جهازي، هي النيش. وعارفه ومتاكده ان كتير جدا منكم ندموا على الموضوع ده. الحمد لله النيش انا قدرت اتخلص منه بعد سنه ونص جواز. هو ما بعتوش، هو في الحقيقه لسه مركون عند حماتي، متفكك كده خشب ومركون. المهم ليه بقى حسيت ان انا غلطت في النيش؟ لانه النيش انا بحس ان هو عباره عن قطعه ديكوريه، مش ديكوريه قوي، هو حاجه كده ملطوعه على حيطه، واخده حيطه كامله او ركن كامل في اوضه او في صاله او في اي مكان، شغله حيز كبير جدا وحاجه ملهاش لازمه. فانا حسيت ان النيش ده حاجه ديكوريه. طبعا كنت انا جايبه الحاجات اللي بتتحط فيه، فبعد ما تخلصت منه لميت كل الحاجات في كرتونه في كراتين وحطيتها تحت السرير. فتخيلوا بقى ان ده بس كل فتره يعني لما بمل من الحاجات اللي عندي في المطبخ بشيل احطهم في الكراتين وابدل واطلع مكانهم من الحاجات اللي انا شايلاها في الكراتين وهكذا. بس ندمت جدا لاني عملته وكنت حاسه ان هو ملوش لازمه. فلو اي حد فيكم حتى حابب يعمل نيش، استكفي انك تعملي نيش يكون واخد ركن صغير، بلاش النيش الكبير اللي بتحط بقى فيه اطقم وتقعدي تصرفي بقى على كاسات واطقم، لان حقيقي بجد الدنيا ما بقتش رخيصه وكل حاجه بقى ليها تمن. فبلاش تصرفي في حاجات ملهاش لازمه خالص. خلي مقياسك الاساسي وانتي بتجهزي بيتك انك هتجيبي الحاجات اللي هتنفعك، مش الحاجات اللي هتبقى منظر الناس هتيجي تتفرج عليها، الناس هتيجي تشوفها. وانا مبسوطه اصلا ان ما بقاش في ناس بتهتم قوي ان هي تعمل النيش الكبير. يعني بقيت اشوف ان في ناس بتعمل نيش صغير، فده بيبقى حلو. هو بينفع قوي النيش الصغير لو انتي مطبخك صغير فبتبقي محتاجه تحطي فيه حاجات تانية. بس انا بحب قوي البوفيه، يعني لو تعملي بوفيه مع سفره بيبقى يعني شكله مقبول، ممكن تشيلي فيه حاجاتك على الاقل، مش هتبقى معروضه كده للترابه وتضطري كل فتره تنضفيها. بس يعني رغينا كتير في النيش. تاني حاجه من الحاجات اللي ندمت عليها جدا دلوقتي هي شنطه المعالق اللي هي بتبقى عامله زي البيانو دي. انا كنت جايباها ودلوقتي حاليا سعرها انا شفتها من قريب كانت ب 3000 وشويه او 4000، يعني اللي هو سعرها غير مقبول بالمره. يعني ليه شنطه معالق ملهاش اي لازمه اشتريها بالسعر ده؟ تعالوا اوريها لكم واقول لكم كمان ايه البدائل اللي ممكن تجيبوها بسعر ارخص واحلى واشيك كمان وتقدري تستخدميها كعروسه. هو ده كان شكل شنطه المعالق بتاعتي، ده كان لزق وعليه ترابه، انا اصلا لسه منزلاه من فوق الدولاب، كان عليه ترابه السنين قعدت امسح فيه قرن. المهم ده كان شكل شنطه المعالق بتاعتي اللي انا شايفه ان هي ما كانش ليها اي لازمه بالنسبه لي. العدد اللي كان فيها كان عباره عن 12 معلقه كبيره، 12 صغيره، 12 شوكه، 12 مش عارفه ايه، 12 يعني. فانا شايفه ان دي حاجه كبيره جدا انك تجيبيها للسفره. انا بالنسبه لي شايفه ان دي دلوقتي بقت حاجه غاليه قوي ملهاش اي لازمه. اولا الشكل بتاعها مش مبهر قوي، لحد دلوقتي بشوفها وبلاقي ناس بتجيبها معرفش، بس انا شايفه ان ممكن تستغني عن ده بشنطه صغيره. اهتمي بجوده المعلقه من جوه او بشكل المعلقه من جوه اكتر من شكل العلبه اللي هيتحط فيها. بس يعني ده وجهه نظري. شايفين صور الحاجات اللي انا حاطاها لكم دي حاجات حلوه جدا ممكن تجيبوها للسفره، بيبقى شكلها اشيك واحسن. ومعاهم تجيبي للمطبخ اللي هو بيبقى بيتباع دستة على بعض كده، بيبقى الدستة مبيبقاش سعرها غالي، بتبقى 6 كده. بتجيبيهم لوحدهم، يعني 6 شوك صغيرين و6 كبار، اللي هو بتكوني طقم. بس بيسموه تقريبا فرط، او بيبقى بيتجمع من عند بتاع ادوات المطبخ، ما بتكونش شنطة على بعضها. وتجيبي شنطة يكون شكلها اشيك واحلى وابسط من كده للسفرة، ويكون سعرها معقول، يعني بتبقى في حدود 800 جنيه 900 جنيه. اما انك تروحي تجيبي شنطة معالق في حدود 4000 جنيه، انا بصراحة شايفة الموضوع ده افتراء. ده كان شكلها. بصوا هي دي بتيجي كده وتتعلق علشان يتحط قال يعني يبقى شكل البيانو. المهم نرجع دي ورا كده، وما شاء الله الخامة بتاعت الخشب بتاعت العلبة كانت محترمة. اول ناحية فوق دي بيبقى فيها معالق، انا طبعا كنت واخدة منها حاجات بس مش كلها، يعني معظم الحاجات اصلا لسه في اكياس. جودة المعالق بتاعتها كانت حلوة مش هنكر كده. دي كانت الرسمة بتاعتها، والرسمة بتاعتها بصراحة ما كانتش حلوة قوي. بصوا ده كان شكل المعلقة، عشان ممكن اطلع في المعلقة. وكان في درج تاني الناحية دي اللي هو هنا كده، استنوا هحاول افتحه. الدرج ده فيه حاجات برضو مختلفة شوية.
اللي هو مثلا شكل المعالق الحاجات دي. كان في منها 2، واحده صغيره اهي وواحده كبيره. الكبيره انا خدتها في المطبخ بستخدمها. وفي هنا معالق مثلا شكلها مختلف كده. بس انا بالنسبه لي شايفه ان هي ما كانش ليها اي لازمه خالص، بدليل برضو ان هي دلوقتي بالنسبه لي حاجه مرميه فوق الدولاب ما بستخدمهاش. حتى لو بستخدمها في بدايل ارخص بكتير من اني اجيب حاجه غاليه بالشكل ده علشان مثلا شكلها. يعني هعمل ايه بشكلها يعني؟ طيب بالمره اقول لكم على حاجه جبتها كمان من الاجهزه اللي ندمت ان انا جبتها، هي الكيتشن ماشين. انا عارفه ان في ناس ممكن تتخض مني لان دي حاجه مهمه ومش عارفه ايه، بس انا بالنسبه لي حسيتها ان هي مش مهمه خالص. انا من 7 سنين ما بستخدمش غير شفشق الخلاط والكبه اللي هي في الكيتشن ماشين كلها، معاها حاجات كتير وقطع، يعني قطع مليالي ضرفه بحالها. انتوا متخيلين انا عندي ضرفه كامله مليانه القطع بتاعه الكيتشن ماشين وعمري ما طلعتها، لدرجه انه الكيتشن ماشين نفسها اتحرقت عندي، ويعني الجهاز ريحته طلعت شياط. لسه هبقى اصلحه بس ما اتحرقش قوي، هي ريحته طلعت شياط بس. وانا لسه القطع الصغيره دي انا ما استخدمتهاش خالص. فانتوا متخيلين يعني ان هي حاجه ملهاش اي لازمه خالص. الكيتشن ماشين بتاعتي كانت من تورنيدو، كانت حلوه بصراحه مش هنكر. يعني الشفشق والخلاط، الشفشق والكبه، خلاط شفشق والكبه كانوا حلوين، بس القطع بس انا حسيتها ان هي كتير وملهاش لازمه. فحاسه ان انتوا ممكن تصرفوا اقل في حاجه جودتها احسن واسهل، بحيث انه القطعه بتاعه الكيتشن ماشين كبيره كده وتقله، فبتبقي مضطره تحطي لها مكان على الرخامه او تثبتي لها مكان على ترابيزه، فاللي هو حوار. مع انك ممكن تستبدلي كل ده دي انا كنت جايباها من براون. طبعا براون الاجهزه بتاعتها مش مستنيه ان انا اتكلم عنها، لان هي من احلى واجود الاجهزه اللي ممكن تستخدميها. كمان سهله، هي فين الجهاز؟ غير انك بتستغني عن الجهاز الكبير ده بحاجه صغيره زي دي. يعني شايفين دي بتركبيها على كل قطعه. انا بالنسبه لي دول ايدي ورجلي الشفشق اهو، وده على فكره بعمل فيه كل حاجه، بعمل فيه عصاير وبفرم فيه حاجات، فانا مستخدماه الحاجتين. وشلت خلاص التاني شلته لان بقول لكم ان ريحته طلعت شياط فبقيت اخاف منه، فشلته وبقيت استخدم ده معايا. ده الشفشق، وده بستخدمها مطحنه بطحن فيها حاجات كتير. ودي اللي هي بتعملي فيها عصير او لو عايزه تضربي فيها حاجه بالمضرب، مضرب بيض. ودي اللي هي الهاند بلندر. دول كنت جايباهم بصراحه من فتره في عرض، كان نازل عليهم عرض، كانوا ب 1350 من على موقع سوق. فطبعا كانوا حلوين جدا 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 وانا مبسوطه بيهم، لان دول خلوني استغنى خالص عن المجموعه اللي كانت عامله لي هيصه في المطبخ. بقيت لماهم كده في جنب صغير، ولما بكون محتاجه حاجه بطلعها. فانت ممكن كعروسه تتنازلي خالص عن الكيتشن ماشين اللي سعرها غالي جدا وتجيبي حاجه سعرها متوسط، وفي نفس الوقت هتعيش معاكي، هتديكي جوده حلوه، السكينه بتاعتها كويسه، حاجه محترمه من الاخر. بس هي دي تجربتي، وانا ندمت فعلا ان انا ما جبتش حاجه زي دي من بدايه ما اتجوزت، من زمان خالص في جهازي. بس يعني الواحد بيتعلم، وكويس ان انا اتعلمت عشان اقول لكم تجربتي. رابع حاجه من الحاجات برضو اللي عايزه اقول لكم عليها وانا فاكراها وندمت عليها جدا، مش قادره اقول لكم ان دي اكتر حاجه فعلا زعلت ان انا عملتها في يوم من الايام، وهي الستاير اللي بيكون ليها برائع من فوق. مش عارفه اسمها برائع او حاجه كده من فوق، يعني انتوا شايفينها دلوقتي. هي دي الستاير اللي انا كنت عاملاها. في الوقت اللي كنت عاملاها فيه كان شكلها شيك ومحترمه وبنت ناس، بس حقيقي مقرفة 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 في التنظيف. فالبرائع دي فعلا فعلا مقرفة، على عكس خالص ان في ستاير بتبقى سهلة، اللي بيبقى فيها زي دايرة كده، حلقات دواير، وبتدخليها في العليقة بتاعتها بسهولة، بتشيليها تغسليها وتنظفيها بسهولة. عايزاكي وانتي بتختاري الحاجات اللي بتختاريها لشقتك كعروسة، او حتى لو انتي بتجددي، اختاري الحاجات العمليه اللي هتكون سهله في التنظيف، لان هي دي الكارثه اللي بتقعي فيها بعد كده. الحاجات اللي تكون عمليه وفي نفس الوقت شكلها شيك وبسيط. يعني البرايع دي انا بحسها ملهاش اي لازمه غير ان هي مكلفه وملهاش لازمه بس. خامس حاجه فعلا حسيت ان انا رميت فلوسها في التراب، المفارش الستان. عارفين المفارش اللي هي بتبقى بتاعه السرير، المفروض العروسه بتجيبها، اللي بتتفرش على السرير، اللي بتبقى ستان دي. انا كنت جايبه منها 2، كنت جايبه منها واحد تقيل زي اللحاف الفايبر، وكنت جايبه منها واحد خفيف شويه. فاللي هو انا حاسه ان هو حاجه تأدي الغرض لو انت متمسكه قوي ان انت عايزه تفرشي على السرير يوم فرحك، حاجه كده تكون ستان وشكلها مختلف عن الحاجات التقليديه. بس اللي بيكون زي اللحاف الكبير ده انا شايفه انك بترمي فلوس في الارض، لانه بعد كده ما بيكونش عملي وبيحرر وبيبقى ستان وبيبقى مقرف. فانا بالنسبه لي ما كانش عملي خالص،
ودلوقتي مركون في الكرتونه بقاله سنين السنين. تعالوا هوريهولكم واوريكم كمان اللي كان حلو. بصوا هو ده طقم الستان اللي بقولكوا عليه، هو كان عباره عن لحاف فايبر. هو ده كان كبير يعني القوام بتاعه او الحجم بتاعه كبير. طبعا هو مكرمش علشان بقاله قرن من القرون متشال في الكرتونه بتاعته. هو ده كان الشكل بتاعه اصلا، انا مكسله اطلعه بس هو ده كان الشكل بتاعه. شكله حلو بس مش عملي خالص خالص خالص، بيتزحلق يعني انا بالنسبه لي من وجهه نظري شايفه انه ما كانش ليه اي لازمه، بدليل ان انا من يوم ما اتجوزت انا استخدمته مثلا اول سنه جوازي كذا مره، بعد كده اتشال بس خلاص شكرا واتركن في البوكس بتاعه. والبوكس بتاعته دي بقت عامله زي العبء على قلبي لان مقاسها كبير قوي، فمحطوطه واخده مكان كبير وهيصه يعني هيصه. فانا بالنسبه لي ده كان غلطه من الغلطات. انا لو الزمن يرجع بيا تاني طبعا مش هيرجع، كنت هجيب حاجه عمليه، ما كنتش هجيب ستان. كنت جايبه معاه بقى ايه، كنت جايبه معاه واحد خفيف شويه، استنوا هوريهولكم. انا بالنسبه لي انصحكم بده لو انت عايزه تجيبي حاجه ستان وتديكي منظر. ده بيبقى سعره رخيص خالص عن التاني علشان لحاف فايبر فبيبقى سعره غالي اللي هو ده. اما ده خفيف قوي يعني اللي هو بيتفرش بس كمنظر على السرير. وده كان شكله، هحاول ابعد شويه عشان يبان فرح العروسه هيصه بس لما بيتفرش على السرير على فكره بيبقى شكله حلو. هو ده الشكل بتاعه من قريب بس برضو هيصه يعني من الحاجات اللي انا ندمت جدا. انتوا عارفين انا ندمت ليه؟ علشان دلوقتي الحاجات دي متشاله ما بتستخدمش، فمعنى ان هي ما بتستخدمش يعني ملهاش اي لازمه. بس ده كان اول حاجه، ده كان نوعه خفيف قوي، حتى كان جاي في علبه صغيره ومش لاقياها دلوقتي. وده اللي كان تقيل، انا مطلعه لكم كل حاجه علشان اوريها لكم كمان من الحاجات اللي حاسه ان انا غلطت فيها، يمكن لو رجعت بعقليتي دلوقتي لزمان وانا بجيب الجهاز بتاعي ما كنتش هجيب الحاجتين، التلاجة والديب فريزر. انا عندي ديب فريزر وعندي تلاجة. انا شايفه دلوقتي بنظرتي دلوقتي شايفه ان انا لو كنت جبت تلاجة كبيره شويه كانت هتبقى احلى بكتير من ان يكون عندي تلاجة وديب فريزر. ديب فريزر مشكلته عندي في ان انت خلاص انت حطيتي التلاجة في المطبخ فبتقعدي بقى محتاسه اودي الديب فريزر فين، فبتضطري ان انت ترشقيه في اي اوضه. بيبقى بصراحه كده حاجه غريبه كده في اي اوضه، سواء حطيه في اوضه الاطفال. لو انت عندك مكان او اوضه زياده بتقدري تلمي فيها الاجهزه فبيبقى تمام وخير وبركه. بس لو انت مقيده بعدد اوض معينه عندك في الشقه فبنظرتي دلوقتي شايفه ان انا لو كنت جبت تلاجة كبيره شويه كانت هتبقى احسن بكتير بالنسبه لي من الديب فريزر والتلاجة. وانت كمان قبل ما تجيبي اي حاجه ما تجيبيش حاجه علشان حد بيقولك هاتي الحاجه دي او هي المفروض تتجاب، لا هاتي المناسب ليكي، المناسب لمساحه شقتك، المناسب لحياتك. بس يعني دي كانت غلطه من الغلطات اللي غلطتها وبس كمان من الحاجات اللي عايزه انصحكم بيها نصيحه صغيره، الحاجات التركي اللي بقت منتشره. يمكن الحاجات دي انا ما جبتهاش في جهازي لانه على ايامي ما كانتش خالص موجود الحاجات دي، لسه منتشره بقالها فتره قليله. انا السنه اللي فاتت او من سنه ونص رحت بقى جبت حاجات، والحاجات فعلا بيبقى اشكالها حلوه وبتبقى مغريه. العلب الصاج دي اللي كنت وريتها لكم قبل كده، العلب دي بتصدي بعد فتره، بعد حوالي 7 شهور بتصدي، صدت عندي. العلب بقى والالوانات، الحاجات اللي لونها بينك وروز وفيروزي، ودي الحاجات اللي تكون مناسبه لمطبخك مناسبه لشكله. ما تروحيش تصرفي على حاجات فعلا ملهاش اي لازمه غير ان انت بتبصي تلاقي مطبخك اتحول لحقل الوان. انا بحس ايه الزغلله دي، بحس ان عيني بتزغلل في المطبخ من كتر حاجات اللي كانت الواناتها كده. وكنت وريتها لكم قبل كده وبصراحه شلتها وتخلصت منها في المطبخ وطلعت الطقم بتاعي الشيك ده، كنت جايباه في جهازي. هو اصلا هو من الناحيه دي كده بس انا حطيته على الستاند بتاع ايكيا اللي هو وانتي بتختاري الحاجات بتاعتك في جهازك حاولي تختاري الحاجات البسيطه الهاديه. الالوان اللي بيكون لونها ابيض في خشبي، اوف وايت في خشبي، الحاجات دي الموضه بتاعتها عمرها ما بتبطل وبتفضل عايشه معاكي سنين كتيره. بلاش الحاجات اللي بيكون فيها الوان زغلله كتير. كل ما الحاجه بتكون هاديه كل ما بتكون شيك، كل ما بتعيش معاكي وقت طويل وبتلاقيها محتفظه بالشياكه والرونق بتاعها. نصيحه مهمه كنت حابه اقولها لكم لان انا دلوقتي حاليا بعمل بيها وبحس بالندم على كل قطعه صغيره دفعت فيها فلوس كتير وما كانش ليها لازمه. يعني عايزه اقول لكم حاجه، انا ايه اللي يخليني في يوم من الايام اجيب قطعه زي دي كان سعرها 60 جنيه كانت اول ما نزلت، ايه اللي يخليني اجيبها وانا دلوقتي هحطها في ظرفه حاطه فيها كورن فليكس اللي هو ممكن احطه في اي برطمان عادي اكون عامله له اعاده تدوير، احسن وارخص بكتير من حاجه زي دي. فاللي اقصده بلاش تدفعوا فلوس كتير في حاجات ملهاش لازمه خالص.
اخيرا وصلنا للحاجه اللي قبل الاخيره اللي عايزه اكلمكم عنها، هي الاطقم. ودي غلطه انا غلطتها جدا جدا في جهازي، لان انا كنت بجيب اللي بيتقال لي ده حلو هاتيه، ده كويس هاتيه. كنت جايبه عدد فظيع من عدد الاطقم، طقم العشاء، طقم الفطار، البايركس، الاكوا بايركس، كل الاسامي دي انا كنت جايباها اصلا ومعرفش الطقم ده اسمه ايه. يعني انا عندي كل الاسامي دي بس معرفش هل هو ده اللي اسمه بايركس وده والله اللي اسمه اللي هو التوهان. وفي الاخر اكتشفت ان كل ده ملوش اي لازمه. معظم الاطقم اللي كنت جايباها كانت منقوشه، فمع الوقت مودتها راحت. فلو هتجيبي حاجات اهتمي قوي بالحاجات اللي بيكون لونها ساده، بتبقى حلوه قوي. طقم عشاء، طقم فطار، ومع الطقم الصيني وخير وبركه وشكرا على كده. والاطقم الصيني سمعت كمان انه في ناس كتير بتروح تجيبها من اماكن، شفت فيديوهات كتير على اليوتيوب بس مش متذكره قوي في الاماكن ايه بالظبط، انك بتروحي بتبقى اسواق كده انت اللي بتجمعي طقم الصيني بتاعك، انت بتجمعي العدد بتاعه، الشكل بتاعه، وكل التفاصيل بتاعته، وبتبقى باسعار اقل بكتير من انك تروحي تجيبي طقم كامل بسعر هلامي. يعني لان الاسعار دلوقتي بقت هلاميه، اللي هو تحسي ان انت هتجيبي طبق بالاكل بتاعه او بياكل لوحده او طقم دهب، مش فاهمه بصراحه. ده غير ان انا بسبب اللي انا عملته ده بقى عندي زحمه رهيبه في المطبخ، عارفين اللي هو كميه اطقم، واللي هو اطلع من كل طقم طبقين. فلقيت المطبقيه بقت يعني حفله لما بحط الاكل بلاقي كل طبق مش الشكل التاني. ليه بقى؟ انتي مشتته، كذا طقم وكذا حاجه وحاجات كتير، زحمه في المطبخ، زحمه مبدوره في المطبخ، زحمه في التنظيف، زحمه في الترتيب. فاللي هو حوسه 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 واحنا اللي بنحط نفسنا فيها، مع انك مقابل ده كله ممكن تستغني عن كل ده. وهما طقم فطار شيك، طقم عشاء شيك، سوري بيزات، طقم فطار شيك، طقم عشاء شيك، طقم صيني حلو. بس اشيلك قبح، هشيل اسر قبح شويه وبعدين ارجع اقول لكم اخر حاجه. بعدنا بعد الفصل العميق مع السوري. اخر حاجه عايزه اكلمكم عنها، ودي انا بعتبرها هي غلطه بسيطه بس حابه اقول لكم عليها علشان تاخدوا بالكم منها. هي طقم الحلل ده. انا كنت جايبه طقم الحلل الستانلس ستيل بتاعي، ده كان 18/10. طبعا اي طقم حلل ستانلس ستيل هتجيبيه احسن حاجه اللي بيكون 18/10، لان بتكون جودته حلوه وبيعيش معاكي مده اطول. وبصراحه اكتر حاجه صحيه في الاكل هي الستانلس ستيل. طيب ايه الغلطه اللي انا غلطتها؟ انا كنت زي اي عروسه بهتم قوي بالشكل والمظاهر والحاجات اللي بيكون شكلها، بهتم بالمظهر اكتر يعني. فعجبني شكل الحلل دي اللي كانت عامله زي البومبي كده، فعجبني شكلها قوي. وبصراحه ندمت في ايه، لان الحرف بتاعها من هنا بيكون رقيق جدا. كل ما الحلل بتكون مسطحه ومظبوطه طالعه مظبوطه على فوق، كل ما هتديكي، كل ما هيكون ان هي تحرق الاكل او تعمل جرايم شياط اقل. فهنا عندي بتحرق الاكل بسرعه جدا، فبضطر ان انا لو بعمل فيها اي حاجه ان انا اوطي النار جدا جدا جدا. فاللي عايزه اقوله لكم، انتوا بتختاروا الحلل بتاعتكم ما تهتموش بالمظهر، ان المظهر يكون اول حاجه بالنسبه لكم. لا، هاتي الحاجه العمليه، اهتمي بالجوده وبالقيمه. دلوقتي انا يمكن على ايامي ما كانش لسه طلع الحلل الجرانيت، دلوقتي انصحك وبقوه بطقم الجرانيت اللي هو نيو فلام. لو انتي عروسه لازم يكون عندك في جهازك الطقم ده، هيغنيكي عن كل انواع الحلل. ممكن تجيبي معاه طقم تاني ستانلس ستيل. انا بالنسبه لي حاسه ان انا غلطت، يعني انا كنت جايبه تيفال وستانلس ستيل وصاج، يمكن هم كلهم بالنسبه لي عمليين، بس على ايام جهازي ما كانش طلع السيراميك والجرانيت. فانا بحس ان دلوقتي العروسه بتبقى بتجيب ستانلس ستيل وتيفال وسيراميك وجرانيت والومنيوم. وكمان من اكتر الغلطات اللي غلطتها، ايوه، وفي نقطه الحلل دي من الغلطات اللي غلطتها جدا، هي الحلل الالومنيوم. ان انا كنت جايبه طقمين، طقم من اللي ليه ودانات وطقم من اللي غير ودانات. يمكن انا في جهازي ما كنتش مرتبه قوي وعارفه انا بجيب ايه وليه وازاي. يعني كنت بجيب بالبركه، ده المفروض يتجاب طب يلا هاتي ده المفروض يتعمل طب يلا نعمل ده مش عارفه ايه، ده حلو، اي حاجه بسمعها حلوه خلاص شكرا هجيبها، مش مهم بقى العدد، ما كنتش بعد يا جيمي. فلقيت نفسي ان انا جبت اطقم حلل كتير جدا. فانا دلوقتي شايفه ان هو فعلا ملهوش اي لازمه بالنسبه لي، وخصوصا اطقم الالومنيوم ما بقاش ليها استخدام قوي، واحنا خلاص تعودنا على الحاجات اللي الاكل ما بيلزقش فيها. فاستحاله تستخدمي حاجه الاكل بيلزق فيها، هتبقى صعب عليكي نفسيا. بس فانا شايفه ان انا غلطت ان انا جبت طقمين حلل الومنيوم ما كانش ليهم اي لازمه. غلطت كمان انا جبت الحلل اللي هي عامله كده البومبي دي، فهي بتحرق وبتشيط معايا الاكل بسهوله عميقه يعني. بس يعني عايزاكم تاخدوا بالكم من النقط البسيطه دي لان هي بتفرق معاكي بعد كده.
بس هي دي كانت الغلطات اللي غلطتها في جهازي، وفعلا حاساها ان هي حاجات فرقت معايا دلوقتي، مش حاجات مؤثره على حياتي قد ما هي لو انا كنت عملتها صح كانت هتكون احسن. بس لو عجبكم النوعيه دي من الفيديوهات قولولي وانا اشارك معاكم حاجات تانية وغلطات بقى في الهدوم وفي فرش البيت وفي الحاجات دي. انا عارفه ان انا اتكلمت كتير وفيديو طول مني، فيا رب اكون كنت خفيفه عليكم، وشكرا لكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.